النهارده النادي الاهلي بيعلن عن توكيله لمحامين للدفاع عن رمضان صبحي في القضيه بتاعه التزوير والقضيه بتاعه المنشطات. فبصراحه يعني هو قرار غريب قوي بالنسبه لي، غريب بالنسبه لي لان ان في ناس كتير اولى اللي انت توكل لها محاميين يا كابتن محمود الخطيب يعني. ولان رمضان هنا مش جاني عليه، مش مجني عليه. رمضان هنا هو الجاني، يعني هو اللي غلط، ده غلطته هو. ربنا يكون في عونه، وربنا يطلعه منها على خير، وان شاء الله ما يكونش في حاجه. بس لو كان في حاجه فدي غلطته هو، دي غلطته هو. التزوير غلطته هو. هو اللي قرر بدماغه ان هو هيزور في اللي هي الامتحانات بتاعته. هو اللي قرر بدماغه ان هو ياخد منشطات في حاله ان هو اخد منشطات. فانت عشان عايز تاخد اللقطه قصاد ان بيراميدز لحد الان ما نزلش اي بيان دعم، ولا غالبا نزل اي بوست خاص برمضان صبحي. فانت عايز تبقى انت الجامد بقى اللي بياخد اللقطه قصاد نشوف الاهلي وولاد الاهلي وبتاع. والله جمهور الاهلي اللي في السجن اولى يا كابتن محمود. الناس اللي اهاليهم مش لاقيين فلوس يوكلوا لهم محامين دول اولى من ان هم حضرتك توكل محامين النادي الاهلي. تمام. اللي اكيد النادي الاهلي ما عندوش اقل يعني ما عندوش محامين اي كلام، كلهم محامين ناس على قدر كبير من الخبره وعلى قدر كبير من المعرفه. تمام. عشان يدافعوا عن واحد هو تهمته في القضاء ان هو مزور، وتهمته في الفيفا او في المحكمه الرياضيه ان هو بياخد منشطات. يعني انا بحاول افهم من اول ما قريت الخبر ده بحوالي ساعه كده يعني ما يمكن الخبر غلط، ما يمكن البوست نزل غلط. مفيش ايه اللي انت ممكن تعمله انك تدعمه دعم معنا. النادي الاهلي يدعم رمضان صبحي ويتمنى له ان ربنا يطلعه منها على خير. او ما تدعمش اصلا، نسيت انت مالك ومش لعيب عندك. هتقول له اصل كان لعيب عندي وابن النادي ومش ابن النادي، ده ما يدكش الحق انك تدعمه بالمحامين. ويطلع الناس تقول لك اصل النادي الاهلي العظيم. بس النادي الاهلي العظيم وكل حاجه، بس دي مش قضيه او مش حاجه. يعني الموضوع مش حاجة تستدعي الفخر يعني. انت بتدعم مزور في الاخر، انت بتدعم واحد مزور او بتدعم واحد غشاش. غلط يتحاسب على غلطته طبيعي. ربنا يكون في عونه ويطلعه منها على خير. مش هشمت اكيد، مفيش شماتة في الموضوع ده، بس رد الفعل غلط. مش عارف الصراحة يعني كابتن محمود الخطيب لقطة حلوة ولا ايه.